الأنصار يبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام والسمع والطاعة وإنهم يدافعوا عنه جوه المدينة، لكن يا ترى لما يطلع بره المدينة هيكون رد فعلهم إيه؟ قعد الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة عشان يتناقشوا في موضوع مهم جدا. لا، ما تلخبطش بين الموضوعين، دي كانت المقدمة بس. الموضوع المهم بقى بتاع دلوقتي هو الدعوة للصلاة. يعني لما يجي وقت الصلاة الناس هتعرف ازاي، واللي نايم هيجي ازاي، واللي مش شايف او مش مركز هيجي ازاي، وهكذا. وكعادة الرسول عليه الصلاة والسلام انه بياخد المشورة، ياخد مشورة اصحابه. بدأ يتشاور مع اصحابه عشان يلاقوا حل. في ناس قالت نرفع راية لما يجي وقت الصلاة، بس دي مشكلتها، الشخص النايم ده هيعرف ازاي؟ ولو حد مش باصص ناحية الراية هيعرف ازاي برضه؟ فاترفضت الفكرة دي، وطلعت فكرة تانية ان احنا نولع نار على هضبة او مكان عالي، واترفضت لنفس السبب. في ناس قالت نستخدم البوق زي اليهود، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب يقلد اهل الكتاب في اي حاجة. وبرضه كانت طلعت فكرة ان هم يستخدموا الناقوس زي النصارى يعني، والرسول عليه الصلاة والسلام رفض لنفس السبب. اخر رأي كان النداء، ان لما يدخل وقت الصلاة حد ينادي على الناس عشان يجوا يصلوا. اجر المؤذنين ده عالي جدا. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بس المشكلة إن هم ما كانوش عارفين ينادوا للصلاة بإيه، يعني نقول إيه وإحنا بننادي للصلاة، لحد ما واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد شاف رؤية في المنام وجه حكاها للرسول عليه الصلاة والسلام على طول. عبد الله بن زيد قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا بيده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر. رأى في الرؤيا رجلا يمسك ناقوسا، قال له: أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: لما؟ قال: نريد أن نجمع الناس للصلاة. قال: هل أدلك على شيء أفضل من هذا؟ ثم علمه الأذان. جاء عبد الله بن زيد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، قال: إنها رؤيا حق، لقن بلالا كي يؤذن. انتفض عمر بن الخطاب وقال: عجبا، هذا الذي رأيته أنا الليلة في الرؤيا. يا رب ملاقيش كوبي رايت. في نفس التوقيت تقريبا كان شايف سيدنا عمر بن الخطاب رؤية في المنام برضه بتقول: لا تجعلوا الناقوس وأذنوا للصلاة. وكان الوحي يجي للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن بلال هو اللي يأذن. لما سيدنا عمر راح للرسول قال له إنه شاف بلال اللي بيأذن، فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له: قد سبقك بذلك الوحي. اتكلمنا في الجزء الثاني تقريبا عن رحلة الإسراء والمعراج، واتكلمنا لما ربنا فرض 50 صلاة على المسلمين وسيدنا محمد سأل التخفيف لحد ما وصلوا 5. المهم قبلة الصلاة دي كانت ناحية بيت المقدس، وفي سنة 2 هجريا تحديدا شهر رجب اتحولت القبلة من بيت المقدس للكعبة. وده برضو كان من باب الاختبار للمسلمين، نشوف مين صادق مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومين هينقلب على عاقبيه. وفي شهر شعبان من نفس السنة اللي هي 2 هجريا لو نسيت يتفرض الصيام على المسلمين زي ما اتفرض على اللي قبله. قلنا في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكر، يعني ممكن تروح تشوف انت قلنا في انهي فيديو وتجيلي. قلنا ايه بقى؟ ان قريش خدت املاك واهل وكل حاجة بتاعة المهاجرين اللي هاجروا من مكة للمدينة، فلوسهم بقى واهلهم وبيوتهم وكده. هم بقى مش بس مشركين بالله وحرامية خدوا فلوس وبيوت المسلمين، لا هم كمان بجحة، فخدوا الفلوس دي راحوا يتاجروا بيها. أبو سفيان وده واحد من زعماء قريش خد قافلة وراح يتاجر بيها في الشام. خد القافلة، هي مش قافلة، هي قافلة، يعني القافلة دي بفلوس المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين عرفوا الخبر ده وبدأوا يترقبوا للقافلة دي وهي راجعة. كان بيحميها تقريبا من 30 ل 40 راجل، فالمسلمين قالوا نستغلها فرصة ونسترد أموالنا اللي هم خدوها وبيتاجروا بيها. جهز المسلمين وطلعوا 319 راجل وفارسين و70 بعير، وكان بالنسبة لهم الموضوع بسيط، احنا هنطلع نعترض قافلة ونرجع. ولما عرف أبو سفيان قائد القافلة دي غير خط سيره وخد الطريق الساحلي اللي خده الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهم جايين المدينة أصلا. أبو سفيان برضه كان عنده حنكة من اللذين، وبرضه مع إنه غير اتجاهه بعت لقريش بيستنجد بيهم وبيقول لهم ان محمد طالع يعترض القافله بتاعتكم. قريش طبعا ما صدقوا، نطلع نجيب راس محمد ونرجع، وخصوصا ان معظم اللي مسلمين معاه اصلا اللي عددهم قليل ضاع. خرج من قريش حوالي 1300 مقاتل، كانوا خارجين رايحين يتفسحوا حرفيا، يعني هم واخدين شويه سلاح وبعير وكده، واخدين معاهم الدفوف وعمالين يطبلوا ويغنوا طول الطريق، وكان غناهم ده عباره عن هجاء او شتيمه للرسول عليه الصلاه والسلام. لما وصلوا منطقه الجحفه
عرفوا ان ابو سفيان وقافلته قدروا يهربوا وينجوا من محمد عليه الصلاه والسلام. لكن 1000 مقاتل من قريش اصروا ان هم يكملوا، ورجع 300 تقريبا. وطبعا ما رضيوش يرجعوا، بعيدا عن ان هي حرب لا هزيمه فيها اصلا، الا ان هم كانوا خايفين على صورتهم وسط العرب برضه. المسلمين طبعا كانوا طلعوا بدر اصلا وعرفوا ان القافله دي عدت، وعرفوا برضه ان المشركين ما رجعوش وجايين يحاربوهم. وكعاده الرسول عليه الصلاه والسلام المشوره استشار اصحابه، وكان اهم الناس اللي يستشيرهم هم الانصار. ليه؟ لان هم بايعوه على الدفاع عنه جوه المدينه، لكن هم دلوقتي بره. يا ترى رد فعلهم هيكون ايه؟ وقف المقداد بن عمرو، وده واحد من الانصار، وقال: يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. أحييك يا مقداد، أنت مقدام. وقال له كمان: فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، وده مكان في اليمن، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. قام سعد بن معاذ وده زعيم الأوس، قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله. لما الرسول عليه الصلاة والسلام شاف اجتماع الآراء على القتال وموافقة الأنصار إن هم يحاربوا معاه، خلى مصعب بن عمير يمسك اللواء الأبيض، وعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ يمسكوا الرايات السوداء. ردموا كل آبار بدر ما عدا بير واحد وخلوه في ظهره، عشان لما يجوا قريش ما يلاقوش مية ولازم يعدوا على المسلمين عشان يشربوا. في الليلة دي وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعي ربنا ويقول: يا ربي اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الفئة فلا تعبد بعدها في الأرض. لحد ما جاء أبو بكر الصديق وقال له: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز ما وعدك. فجر يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية رتب الرسول عليه الصلاة والسلام صفوف المسلمين كأنهم هيصلوا، خلى حاملين الرماح قدام والرماة ورا، وقف صفوف المسلمين بحيث الشمس تكون في ظهرهم. ودي نفس الحركة اللي عملها الجيش المصري في حرب 73. أنا عرفت دلوقتي هم جابوها منين. قرب جيش المشركين وما لاقوش ولا بير في ميه، واقف جيش المسلمين 319 مقاتل قدام جيش المشركين 1000 مقاتل. وبدأت الغزوة دي بمبارزة فردية. طلع من المشركين شيبة وعتبة ابني ربيعة، ولو انت متابع السلسلة دي من الأول ممكن تقول لي في الكومنتس احنا جبنا سيرة الشخصين دول امتى قبل كده. المهم طلع معاهم الوليد بن عتبة ابن ربيعة، يعني واحد واخوه وابنه. طلع من عند المسلمين 3 من الأنصار، لكن قريش رفضوا وقالوا لهم احنا عايزين ناس من عندنا. من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا، أخي شيبة وولد الوليد وأنا عبيدة وأنا وعلي. حمزة واجه شيبة وقتله، وعلي واجه الوليد وقتله. لكن عبيدة لما واجه عتبة قطع رجله، فبسرعة تدخل علي وحمزة عشان يقتلوا عتبة. انتصر المسلمين في ال3 مبارزات الفردية، وكان بعد كل انتصار يعلى صوت التكبير أكتر وأكتر. قبل ما نكمل بس عايز أفكرك إن عتبة عنده بنت اسمها هند بنت عتبة، وعمها شيبة وأخوها الوليد، دول هم ال3 اللي اتقتلوا. فحرفيا دي واحدة اتقتل أبوها وأخوها وعمها في معركة واحدة. نرجع تاني لأرض المعركة بسرعة. بعد علو صوت التكبير جدا بدأ هجوم المشركين على المسلمين. وبدأ الالتحام، وربنا يدعم صفوف المسلمين بملائكة يحاربوا معاهم. وكان إبليس واقف في صفوف المشركين، ولما شاف الملائكة دول نازلين ومعاهم جبريل عليه السلام سابهم وهرب، وكان متجسد على هيئة سراقة بن مالك اللي جبنا سيرته قبل كده برضه. فهو بيهرب مسكوه كده وقالوا له: انت رايح فين؟ قال لهم: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. من ضمن المواقف بصراحة اللي أثارت انتباهي، مع إن هي ملهاش تأثير قوي على قصة السيرة النبوية، اللي إن هي بصراحة حبيت أقولها يعني. كان واقف عبد الرحمن بن عوف وجنبه شابين او صبيين يعني 14 سنه، فهو كان واقف متضايق يعني ان ما جنبوش حد قوي يقاتل معاه، فخبطوا كده واحد منهم وقال له: اين ابو جهل؟
فقال له انت بتسال عليه ليه يعني؟ قال له سمعت انه سب الرسول عليه الصلاه والسلام، وامي قالت لي ما ترجعش غير وانت قتله. فاتبسط قوي عبد الرحمن بن عوف. المهم في نص المعركه عبد الرحمن بن عوف شاف ابو جهل وافتكر الشابين دول، فراح نده لهم وقال لهم هو اللي هناك ده ابو جهل. فجريوا عليه ونطوا كده وعملوا حركات، واحد جاب الحصان بتاعه وواحد نط طعنه في رقبته وقتلوا فعلا ابو جهل. الحاجه المبهره واللي خلتنا اجيب القصه دي تحديدا مش هنا يعني، بعيدا عن ان هم طفلين تقريبا في سن 14 سنه قتلوا ابو جهل، لكن المبهر انه واحد منهم وهم بيقتلوا ابو جهل راح خبطه بالسيف بتاعه قطع كتفه، يعني ما عدا حاجه بسيطه كده اللي هو تقريبا متعلق في الجلد حاجه زي كده يعني. فالصبي ال 14 سنه ده وهو بيحارب دراعه كان بيتطوح معاه، يعني هو طبعا مش متحكم فيه. تتخيل انه يعمل ايه يعني؟ هل مثلا يسنده بحاجه، يرجع يربطه حتى في كتفه؟ لا، هو قعد عليه برجله وراح قايم مره واحده فدراعه اتقطع خالص. ضرب المسلمين والمشركين في بعض شويتين يعني. واتقتل من زعماء قريش عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، واميه بن خلف، والعاص بن هشام. وكان اجمالي موتاهم 70 واحد، 24 واحد منهم من بني مخزوم، بالاضافه لل70 واحد اللي ماتوا من المشركين اتأثر 70 زيهم، ومن ضمنهم كان الوليد بن الوليد اخو خالد بن الوليد. مات من المسلمين 14 شهيد، والمشركين بعتوا يفدوا الاسرى بتوعهم، ومن ضمن الناس دي كان خالد بن الوليد لما فدى اخوه الوليد ب 4000 درهم. ربنا عاتب الرسول عليه الصلاه والسلام عشان قبل الفديه، وللسبب ده بعد كده يعني اللي عايز يفك اسر نفسه يعلم 10 من المسلمين مثلا القراءه والكتابه، او يعلمهم حرفه مش عندهم يعني كده، بس من المهم ما يدفعش فلوس. الحمد لله قدر يثبت المسلمين وجودهم في جزيره العرب. لو خدت بالك بقى ان في 3 احداث حصلوا في 3 شهور متتاليه في نفس السنه. في مصادر بتقول كمان ان هم كانوا في نفس اليوم، يعني 17 رجب ده كان تغيير الابل، 17 شعبان ده كان فرض الصيام، 17 رمضان دي كان غزوه بدر. في شهر شوال حصل حدث رابع في نفس السنه، وده اللي هنبدا بيه الجزء الجاي. عشان كده لازم تنزل تشترك دلوقتي حالا عشان ما يفوتكش الاحداث الثقيله اللي جايه يعني. ولو خدت بالك انا قلت الجزء الجاي مش الفيديو الجاي، لان ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى مختلف، وممكن ما ينزلش الاسبوع الجاي عشان عندي امتحانات، فممكن يبقى اللي بعده كمان يعني، فالجزء الخامس هيتاخر شويتين. المهم وانت نازل تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش كل الكلام التقيل اللي جاي ده. عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزرارين اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واكتب كومنت بتقول لي عايزين نتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي، وكومنت تاني بتقول لي عايزنا نركز على احداث ايه في السيره النبويه، وكومنت تالت تقول لي فيه من وجهه نظرك ازاي نقدر نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجه تليق بيك. سلام. عايزين نخلي بالنا ان دي قصه السيره النبويه، فاحنا بنحكي من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام، مش بنحكي قصة غزوة بدر مثلا أو غزوة أحد أو فتح مكة، لا احنا بنحكي من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام. فممكن يبقى في حلقات بعد كده هي مخصصة لغزوة بدر، غزوة أحد، فتح مكة والحاجات دي. وأنا مش أنا شخصيا ببطارية متأخرين ساعة كاملة. نشوف مين صادق مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومين هينقلب علاقة، ومين هم كمان بجحة فخدوا الفلوس دي راحوا يتاجروا بيها. أنا صريحة مش عارف، ممكن يعني غالبا هحطها بس مش عارف ايه، هي مش مكتوبة يعني، انا لسه مرتجلها. هحطها بقى خلاص، مش عارف هحطها بصراحة، هي عجبتني. اهو ده يعني الصداع اللي بره ده اللي بيطلع الفيديو ساعة وشوية وساعتين وفي الاخر بيصفصف على 10 دقايق. بس اخدت عليكم قوي يعني، فاهم انا. بوجع من اللازم عندي، ما كان اهل الطائف ما عندهمش دم يعني، في حاجات كده بتترمي وسط في مصادر بتقول ان هم كمان حصلوا في نفس اليوم، يعني 17 رجب كان ايه تغيير القبلة. انا كنت هقوم دلوقتي من غير ما انهي الفيديو، تخيل كنت هتلاقيني بنهي بتيشيرت مختلف. طبعا هتتركب في المونتاج.